بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. هنعمل مع بعض النهاردة كبدة العربيات. لو أول مرة بتشوفوني، أنا اسمي فاطمة ودي قناتي، يسعدني اشتراككم فيها. معايا فلفلاية سخنة وكزبرة مطحونة وكمون مطحون وفص ثوم. هاخد دول كله مع بعضه وادجهم في الهون وهنشوف شكلهم دلوقتي. معايا هنا صينية أو طاسة حاطة فيها معلقة كبيرة من الزيت، وهنزل باللية اللي معايا، يعني قطعة كده من الدهن مقطعاها حتت صغيرة. دي اللي هتسيح يا جماعة، وهتنزل كمية دهون حلوة، يعني هي اللي بتدي تطعيمة حلوة للكبدة. وده شكل التتبيلة بعد ما دجناها، وضفت عليها معلقتين كبار من الخل. وهنا كنت بقطع الفلفل وجهزته. الوصفة دي تعتبر وصفة حلوة جدا جدا، من وصفات العيد. خلاص العيد على الأبواب، كل سنة وانتم طيبين. واهو اللية اول ما ساحت وقبل ما تاخد لون، نزلت عليها بمعلقة من التتبيلة بتاعت التوم اللي معانا، معلقة صغيرة كده شوحتها. مجرد ما هتشم ريحتها هننزل بكمية الفلفل الاخضر اللي احنا قطعناها. ومعايا حوالي نص كيلو من الكبدة انا مقطعاه صغير، وعصر عليه ليمون وحطاهم في مصفى علشان يتصفوا. اهو الفلفل كده ياخد لون خفيف، اهو زي ما احنا شايفين. اول ما الفلفل ابتدى ياخد لون معانا، هنجيبه على جنب كده في الصينية او الطاسة اللي شغالين فيها، علشان كده الدهون تنزل. اهو اتمنى انها تكون واضحة يعني. وبعدين هننزل بنص كيلو الكبدة اللي معانا، نحاول نوزعها، ما نخليهاش كلها في مكان واحد فوق بعضها علشان تاخد صدمة يا جماعة. وما نقلبهاش خالص لحد ما نحس انها ابتدت تاخد لون ولونها يغير من تحت، اللي هنبتدي نقلبها على الناحية التانية. اهو زي ما احنا شايفين غيرت كده معانا وخدت صدمة حلوة. قلبناها كده تقليبة، وبعدين لها ننزل هنخلطها هي والفلفل كده مع بعض. ريحتها تحفة، رهيبة رهيبة يا جماعة، جربوا الوصفة دي. وهنا كنت نزلت بالتتبيلة اهي، بجيب تتبيلة التوم يا جماعة، وكده شوحتهم مع بعض تشويحة خفيفة. يا سلام لو تشموا الريحة، ريحتها خطيرة خطيرة. وهنا خلاص يعتبر الكبدة كده استوت معايا معلقة من عصير الليمون، معلقة كبيرة. طفيت النار وضفتها على الكبدة. والتكاية الصغيرة دي من عندي انا، معلقة صغيرة من الصويا صوص، بتفرق في الطعم جدا يا جماعة. لو مش متوفر عندك الصويا صوص، خلاص دي خطوة اختيارية. وبكده أكلتنا جاهزة النهاردة، مع شوية جرجير وشوية سلطة طحينة وأي نوع عيش بتحبيه. وديها وعيشي اللحظة. بألف هنا وشفا، وأشوفكم في الفيديو القادم مع أكلة جديدة إن شاء الله. السلام عليكم.